احمد حسام ميدو وخالد الغندور واحمد الطيب ما زالوا بيسيحوا على مباراه السوبر، وعايزين مجلس اداره نادي الزمالك ينسحب من مباراه السوبر امام النادي الاهلي المقرر اقامتها على استاد فزاع بن زايد يوم 5 مايو المقبل. خلاص كل فريق من الفريقين سواء الاهلي او الزمالك قدم القايمه، يعني خلاص فرص ان انت تنسحب دي على عقوبات وتراكمات قويه جدا. يعني عشان نادي الزمالك ينسحب من البطوله هيتمنع وهيتحرم انه يلعب السوبر سنتين على التوالي زائد غرامه مليون جنيه. وطبعا احمد عيد عبد الملك واحمد الطيب اللي كانوا مختفيين عن الساحه تماما. احمد عيد عبد الملك طلع يقول لك ايه بقى؟ انا مش متفق مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ولكن هسنده واقف في ظهره لو انسحب امام النادي الاهلي في السوبر. طبعا علشان بحجه ان كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ان هم موقفين وهيلعبوا مباراه السوبر. وطبعا يقول لك احنا مش خايفين ومش عارف ايه، ولكن هم خايفين ومرعوبين من النادي الاهلي. انت مالك ومال كهربا وقصه كهربا؟ هو كهربا على راي مدحت شلبي هو مش بعبع افريقيا، هو مش كريستيانو رونالدو، هو مش ميسي. يعني مثلا لو كهربا غاب حتى يعني هتلاقي محمد شريف، هتلاقي لعيبه كتير جدا وهتقدم نفس الدور اللي هيلعبه كهربا. خالد الغندور في اخر فتره ماسك النادي الاهلي وكهربا سواء على قناه نادي الزمالك او بث مباشر بالساعات عبر منصه الفيسبوك. كل ما تفتح الفيسبوك تلاقي خالد الغندور في وشك كهربا النادي الاهلي الزمالك هينسحب من السوبر. واحمد حسام ميدو طبعا ده من انصار مرتضى منصور هو وخالد الغندور برضه نفس الكلام بيعترض على لجنه الانضباط. احمد حسام ميدو بيشجع اداره نادي الزمالك ان هي كمان تنسحب من السوبر امام النادي الاهلي. ارجع واقول لك ان نادي الزمالك هيلعب مباراه السوبر عادي بشكل طبيعي وهيسافر قبل النادي الاهلي، لان نادي الزمالك لو انسحب نادي بيراميدز هيلعب مكان نادي الزمالك امام النادي الاهلي. وفي مصدر من داخل نادي بيراميدز بيقول لك مستعدين ان احنا نلعب النادي الاهلي علشان ناخد بطارنا من النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي فاز على نادي بيراميدز في نهائي كاس مصر. طبعا دول مستنيين فرصه، مستنيين بس قرار رسمي من مجلس اداره نادي الزمالك واتحاد الكره ان هو خلاص انسحب بشكل نهائي. نادي بيراميدز على اتم الاستعداد ان هو يلعب مكان نادي الزمالك في السوبر، ولكن عايز اقول لك ان ده مش هيحصل. مستحيل نادي الزمالك يوافق ان هو يتحرم ان هو يلعب السوبر سنتين على التوالي زائد غرامه مليون جنيه. عايز اقوله لك ان اللي بيحصل على الساحه سواء على السوشيال ميديا واللي بيعمله خالد الغندور واحمد حسام ميدو واحمد عيد عبد الملك واحمد الطيب ما هو الا اثاره، ما هو الا الشو. ونفترض ان ده ما حصلش، هيبقوا وفروا رحله شاقه على لعيبه النادي الاهلي. ده في حاله ان بيراميدز فعلا زي ما كلام بيتقال ان بيراميدز ممكن يخش مكان الزمالك، ولكن اتوقع ان ده يعني فات اوانه. المفروض ان الزمالك كان يعتذر من زمان. فعلا نادي بيراميدز دخل مكان الزمالك، ولكن حاليا اصبح لو الزمالك انسحب خلاص غرامه زائد ان هو يتحرم سنتين انه يلعب السوبر. لك ان تتخيل ان لاعب واحد بس اللي عمل الشياط والصياح لكل الزملكاويه ومجلس اداره نادي الزمالك هو كهربا. انت متخيل كهربا؟ افترض ان كهربا ده اتشال من الاهلي كده، شيل كهربا كده من الاهلي وحط محمد شريف، حط اي لاعب، حط شادي حسين، حط اي لاعب تاني هيأدي نفس الدور. ولكن هم حاطين كهربا في دماغهم عايزين يبطلوا كهربا كوره، ولكن ده مش هيحصل. وكهربا يلعب في السوبر عادي وهيجيب اهداف في الزمالك يوم 5 مايو على استاد فزاع بن زايد. المره دي بقى مش في محمد عواد، المره دي بقى في محمد صبحي. يعني مش هيبقى كل مره في محمد عواد يعني.